بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لابد أن أشكر الموقع أطلس 24 والمواطن 24 على هذه المبادرة النبيلة المرتبطة بمجموعة من الحلقات التي تبث في شهر رمضان، وهي حلقات لها العديد من الرسائل. الرسالة الأولى وهي التعريف بأبناء مدينة وادي ظم، وكذلك محاولة الاستفادة من تجاربهم، ثم لما لا الاستفادة من هفواتهم ومن أخطائهم. طلب مني في هذا الشريط المقتضب والمختصر أن أقدم نبذة عن سيرتي الشخصية والمهنية، ما دام الأمر يرتبط بمدينة وادي ظم وبالشأن المحلي. رأيت النور في أواخر الثمانينات، بالضبط في أكتوبر من سنة 1987. درست الابتدائي في بداية التسعينات في المدرسة العمومية المغربية، لأنه في تلك الفترة أن القاعدة العامة هي المدرسة العمومية المغربية، لم تكن هناك مدارس خاصة. درست كمستمع في مدرسة 20 غشت، ثم درست السنوات الأربعة الأولى بمدرسة الشهداء، وأكملت السنة الخامسة والسنة السادسة من الابتدائي في مدرسة شوقي. أتممت المرحلة الإعدادية بإعدادية الحسن الثاني، ثم أكملت المرحلة الثانوية بثانوية بن طفيل التأهيلية، تخصص شعبة الآداب العصرية. أكيد أن طفولتي عشتها كأجيالي وكالأجيال التي سبقتني. عشت طفولة عادية، لكن ما ميزها هي أنها طفولة واقعية وعفوية، ليست كطفولة اليوم. طفولة اليوم المرتبطة بالرقمنة، وأن الأطفال مفتونون ويسكنون في الهواتف الذكية وفي اللوحات الإلكترونية. وطبعا عندما نتحدث عن طفولة وادي ظم، في مرحلة أولى عشت في زنقة أحمد الراشدي في الحلفة، زنقة الحبوب، وأتممت طفولتي ومرحلة الشباب بالحي الإداري. طبعا ذاكرة وادي ظم وطفولة وادي ظم، كل من تربى في وادي ظم يتذكر العديد من الذكريات التي تبقى خالدة. لعبنا الكرة، تورنوات الكرة بالكرة الميكا ديال 3 دراهم، لعبنا البي، لعبنا الطرومبي، عملنا في المايه، مشينا للعرارم، كنا كنقوموا بمغامرات، لعبنا في السكه ديال التران، في اللاك، في عين عيشه، مشينا لعين قيشر. هذه كلها ذكريات يتذكرها كل شاب عاش وترعرع في مدينه وادي ظم التي رسمت تاريخها بدماء الشهداء، رغم ان اهلها يشعرون بالظلم وبالغبن، لأن قطار التنمية لم ينصف هذه المدينة وأدار بظهره لها ولم يلتفت إليها. لكن رغم ذلك، لكن أبناء هذه المدينة عضوا على كبريائهم، لم يقنطوا، لم ييأسوا، لم ينقموا، ورسموا طريقهم، بل بالعكس أنهم عضوا على كبريائهم وشموخهم. لذلك نجد شباب من أبناء هذه المدينة في جميع دول العالم، في فرنسا، في إيطاليا، في إسبانيا، في البرتغال، في جميع أنحاء العالم. المستوى الوطني أيضا، أنا أعرف الكثير من أبناء مدينة وادي ظم أطر في جميع المؤسسات الدولة، أطر كبار في الدرك الملكي، في الأمن الوطني، في وزارة الصحة، في وزارة الخارجية، في وزارات متعددة، ورسموا اسم مدينة وادي ظم في جميع المجالات، في الرياضة، في الفكاهة، في الثقافة، في السياسة، في الفن، في جميع المجالات. طبعا أكملت دراستي في الجامعة العمومية. السنة الأولى درستها في جامعة الحسن الأول، تخصص القانون، ثم السنة الثانية والثالثة أكملتها بجامعة محمد الخامس بالرباط. حصلت على الإجازة في القانون الدستوري والعلوم السياسية آنذاك، ثم أكملت الماستر، تسجلت في سلك الماستر في شعبة القانون العام والعلوم السياسية. وبالموازاة مع ذلك، حينما ناقشت مذكرة الماستر
أكملت أطروحة الدكتوراه في موضوع آنذاك مهم، وهو موضوع التوازن بين السلطات. طبعا في تلك الفترة كنت ممثلا للطلبة، كنت أمارس أنشطة طلابية ونقابية ونضالية. كنت ممثلا لطلبة الإجازة في مجلس الكلية، وبعد ذلك ممثل للطلبة في مجلس الجامعة ومجلس التدبير سلك الماستر. طبعا في السنة الأولى من تسجيلي لأطروحة الدكتوراه كنا ملزمين بأن نقوم بدروس توجيهية، بمعنى دروس توجيهية هي لا يمكن أن نسميها أستاذ مساعد، وإنما أستاذ معيد، بمعنى طالب في الدكتوراه يقوم بالتدريس تحت إشراف أستاذ. إما هذا الأستاذ يكون هو المشرف على أطروحة الدكتوراه، وأستاذ هو المشرف على الدرس الرئيسي. لذلك خضت تجربة التدريس كأستاذ معيد انطلاقا من سنة 2012. أيضا بالموازاة مع ذلك، حينما كنت أحضر لأطروحة الدكتوراه تسجلت في إجازة ثانية، وهي الإجازة في القانون الخاص. حصلت على الإجازة في القانون الخاص، ثم أيضا أكملت مسيرة ثانية اللي هي تسجلت في ماستر ثاني، اللي هو ماستر يتعلق أو ماستر يهتم بالقانون المدني المعمق. بعد مدة وجيزة اجتزت مباراة وولجت إلى الوظيفة العمومية. اشتغلت في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان آنذاك لمدة 4 سنوات. اشتغلت 2 سنين في قسم الشؤون القانونية، و2 سنين في قسم الدراسات والأبحاث. بالموازاة مع ذلك كنت أنشط كثيرا في جمعيات المجتمع المدني على المستوى الوطني. كنت عضوا في منتدى كفاءات من أجل المغرب لمدة 2 ولايات، عضو في المركز المغربي للدبلوماسية الموازية لولايتين، وعضو كذلك في حكومة الشباب الموازية مكلف بالأمانة العامة لولايتين. بعد ذلك ولجت للتدريس في التعليم العالي كأستاذ مساعد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. طبعا هذه نبذة عن المسار المهني الجامعي. ثم أن هناك أيضا مسار آخر اللي هو مرتبط بالمسار المدني، المسار المرتبط بالتكوين وبالترافع وبالتأطير. طبعا أهتم حاليا بتأطير جمعيات المجتمع المدني، وكذلك تأطير الأحزاب السياسية والشبيبات الحزبية في كل المجالات المرتبطة بالمجال القانوني، أو المرتبطة بالتواصل، أو المرتبطة بالسياسات العمومية. أيضا عندما نعود أيضا إلى المستوى المحلي، وما دام أن هذا الشريط مرتبط بمدينة وادي ظم، فدائما أعتبر نفسي أنني ابن هذه المدينة التي ينبغي أن أقدم لها على الأقل دين يبقى دائما على عاتق كل أبناء هذه المدينة. طبعا أنا دائما أضع نفسي رهن إشارة جمعيات المجتمع المدني، أضع أيضا إشارتي للأحزاب السياسية. قمت بالعديد من الندوات لأحزاب مختلفة، سواء التي تنتمي إلى الأغلبية أو المعارضة، الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني الأحرار، العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية وغير ذلك. وحاليا أنا عضو لجمعية في مدينة وادي ظم تنشط بشكل كبير وكثيف، وهي جمعية وادي ظم للتنمية والتواصل. طبعا على المستوى الوطني أيضا حاضر هذا الاهتمام المدني الجمعوي النقابي، وكذلك هناك اهتمام آخر اللي هو الاهتمام المتعلق بالتحليل السياسي الذي يفرض علينا كأساتذة وكباحثين أن ندلو بدلونا، وأن نقدم مواقف على الأقل ينبغي أن تحترم الحد الأدنى من الموضوعية ومن الحيادية في القضايا الوطنية والقضايا الإقليمية. ودائما حينما أجد منفذا فإنني على المستوى القنوات الإعلامية سواء الوطنية أو الدولية ما أترافع أو ما أغطي بعض المشاكل التي تعاني منها مدينة وادي ظم.
طبعا لماذا هذا الاهتمام؟ هذا الاهتمام هو نابع من حب لهذه المدينة. في الحقيقة هو ليس نابع من أنني أنتظر جزاءات أو أنتظر مقابل. وحاليا في هذه السنوات، وأقولها بصراحة، وهذه المسألة ينبغي أن نسطر عليها بالبند العريض وبالخط الأحمر، أنني ليست لدي طموحات سياسية وغير منتمي حزبيا، وبالتالي ما أقوم به من ندوات ومن تأطير ومن ترافع ومن الدفاع هو نابع من غيرة ومن حب صادق. لذلك فالاهتمامات التي أركز عليها في هذه السنوات هي اهتمامات بحثية. قد أنهيت للتو كتاب حول ظاهرة الانحدار الديمقراطي العالمي. درست الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية، ودرست مشكلة التراجع الديمقراطية وبروز الشعبوية وصعود التيارات اليمينية المتطرفة. أيضا كنت أشتغل رفقة فريق بحثي يتألف من أساتذة مجتهدين، الأستاذة أسماء أبحكان والأستاذ شرقي الخطاري والأستاذ القميري. اشتغلنا على موسوعة إذا أصح التعبير، كتاب جماعي حول دستور 2011 أو حول مسار تطبيق دستور 2011، يتألف من 4 أجزاء بمشاركة 100 باحث من جميع الجامعات المغربية. وكذلك أهتم ببعض المشاريع البحثية العلمية التي أعتبرها تدخل ضمن اهتماماتي، سواء مادة القانون الدستوري ومادة العلوم السياسية. لذلك على مستوى الطموح السياسي على الأقل في هذه السنوات هو غير موجود، ربما قد يكون حاضر في العقد المقبل أو في ال10 سنوات القادمة. طبعا ككلمة أخيرة، أنا في الحقيقة أتمنى أن يتم تكثيف الجهود، وأن يتم نوع من تعزيز حس الانتماء والتعاون بين كافة الفاعلين. مدينة واديزم تزخر بطاقات كبيرة، لا على المستوى الجمعوي، لا على المستوى النقابي، لا على المستوى السياسي، على المستوى النقابي ينبغي تكثيف الجهود. ينبغي أيضا أن يترافع كل من موقعه. طبعا وأنا أقولها دائما، كل ابن مدينة واديزم هو سفير لها، سواء كان في مناصب تمثيلية أو غير ذلك. وينبغي كذلك أن نمحو مرض قد أضر بهذه المدينة، وهو مرض النزعة القبلية. فهذا المرض أضر بشكل كبير بهذه المدينة، وينبغي على هذه الأجيال المفروض فيها أنها مثقفة أن تمحو هذا المرض، وأن تقطع الطريق لبعض الأشخاص الذين يتغذون ويعيشون على هذه النزعة القبلية التي أضرت بشكل كبير بهذه المدينة. وشكرا.